قاعدة بقى كده بعد صلاة العشا لا ليا ولا عليا، لقيت بقى جوزي بيقول لي قومي اعملي لنا كده بقى حاجة سخنة للعشا. قلت طب والله فكرة، اعمل حاجة سريعة للعشا وفي نفس الوقت اعمل حاجة تنفع تكون تاني يوم كده بديل لسندوتشات المدارس والشغل. فقمت بقى على المطبخ كده بقى سريع كده وقمة في النشاط والحيوية، وقمت بقى جايبة 3 كوبايات من الدقيق وضفت عليهم نص معلقة صغيرة من الملح. طبعا لو انت محتاجة تعملي كمية اكتر من كده تقدري تضاعفي كمية الدقيق. بس أنا بالنسبة لي كان 3 كوبايات من الدقيق مناسبين جدًا وعملوا لي ما شاء الله صينية كبيرة. بعد كده بقى جبت كوباية من المَيّة وضفتها بالتدريج على الدقيق، وبالمناسبة المَيّة دي من الحنفية عادي مش دافية ولا أي حاجة، وطبعًا بنضيف المَيّة بالتدريج لحد ما بنحس إن الدقيق خلاص ما عادش محتاج مَيّة معايا. هابدأ بقى كده خلاص ألِم العجينة وأبدأ أعجن فيها كده حوالي 5 دقايق لحد ما بتيجي لي في الآخر عجينة طرية مش بتلزق في الإيد. طبعًا لو أنتِ عندِك العجان هيكون أسهل، هتحطي كل المكونات في العجان وتبدأي تشتغلي بيه، ما بياخدش معاكِ ثواني وبتكون العجينة جاهزة. كده خلاص عجينة طرية مش بتلزق في الإيد، خلاص كده العجينة مضبوطة جدًا معانا. هناخد بقى العجينة دي وهنرشها أو هندهنها برشة خفيفة خالص من الزيت، وهنقطعها لجزئين، وكل جزء هنقطعه ل4 أجزاء. يعني أنا هنا قطعت كرة العجين دي ل8 قطع من العجين، وكل قطعة من العجين هاخدها وابدأ أكورها بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا طريقة سهلة وبسيطة جدا ما بتاخديش أي وقت خالص في العجن. جبت بعد كده صينية دهنتها دهنة خفيفة خالص من الزيت، وبدأت أحط عليها كور العجين، ودهنت برضو كور العجين بالزيت، وغطت بقى عليه ببلاستيك راب، وهركن بقى العجينة بصوا 10 دقايق بالظبط. 10 دقايق وهشتغل على طول. تمام، هنا العجينه مش بنسيبها تتخمر، احنا يا دوبك بنسيبها ترتاح كده 10 دقايق. جهزت بقى هنا حوالي معلقتين كبار من الزبده عليهم شويه من الزيت، وتقدري لو مش متوفر عندك زبده تقدري تخلي كل الكميه زيت. والطبق بقى اللي انا هشتغل فيه هدهنه كده شويه من خلطه الزبده، وهجيب اول قطعه من العجين وهبدا ادهنها بالشكل اللي انتوا شايفينه، وكمان هبدا افردها فرده خفيفه. وطبعا احنا ولا محتاجين نشابه ولا اي حاجه، يا دوبك بس بنضغط بايدينا العجينه بتتفرد معانا في منتهى السهوله. احط بقى كده قطعه العجين اللي احنا فردناها في الطبق، واحط عليها كده معلقه كبيره من خلطه الزبده، واحط عليها قطعه العجين التانية اللي احنا فردناها، واحط عليها معلقه كبيره من الزبده لحد طبعا لما بنخلص الكميه كلها. جبت معاكم برضو كده قطعه تانية من العجين وتعالوا مع بعض نفردها. ما شاء الله بتتفرد معانا في منتهى السهوله، يعني ممكن تخلصي الثمان قطع من العجين ما بياخدوش معاكي كده حوالي 3 دقايق بتكوني فرداهم. طبعا هنخلص الكميه كلها وفي كل قطعه بنحط عليها معلقه كبيره من الزبده لحد بقى ما بنخلص الكميه، ونغطي عليها بقى ببلاستيك راب، وهندخلها هنا التلاجة 5 دقايق بالظبط. يعني المرحله الاولى سيبناها 10 دقايق ترتاح، والمرحله التانية هنسيبها 5 دقايق. هندخلها بقى التلاجة لحد ما بنجهز الحشوه بتاعتنا. الحشوه بتاعتنا عباره عن قطعه من الجبنه البيضه، قطعتها لقطع صغيره بالشكل اللي انتوا شايفينه، وضفت عليها كده شويه من ميكس الجبن اللي هي عباره عن جبنه رومي وجبنه شيدر وشويه صغيرين كده من الجبنه الموتزاريلا، وخلطتهم كويس مع بعض. تقدري هنا تستخدمي اي حشوه تانية، يعني تقدري تستخدمي حشوه لحمه مفرومه، تقدري تستخدمي حشوه فراخ، تقدري تستخدمي حشوه خضار، اي حاجه انت عايزاها. وكمان الصينيه اللي احنا هنشتغل بيها دهنتها بدهنه خفيفه كده من خلطه الزبده. تعالوا بقى كده نجيب العجين. بعد ما ريحناه حوالي 5 دقايق في التلاجة، جبت كده اول قطعه من العجين، هبدا افردها واشدها بايديا. بنلاقي ان العجينه بتتفرد معانا في منتهى السهوله. زي ما قلت لكم مش محتاجه نشابه، مش محتاجه اي حاجه، هي محتاجه بس ان احنا نفردها بايدينا بالشكل ده. وبعد كده بقى بناخد العجينه بعد ما فردناها بشكل رقيق جدا، وهبدا اطبقها لجزئين، اللي هو الناحيه اليمين والناحيه الشمال، وبعد كده بطبقها من فوق بحيث ان انا يكون عندي قطعه تخينه شويه اقدر احط عليها الحشو بتاعنا. اخدت كده حوالي معلقه كبيره من الحشوه بتاعه الجبنه، حطيتها في قطعه او على قطعه العجين، وهبدا بقى الف العجينه زي ما انتم شايفين على شكل رول. طبعا ما شاء الله ما بتاخدش برضو وقت معايا في اللف، يا دوبك برضو في ثواني بتكوني مخلصاها كلها. طبعا لو في قطعه من العجين يعني اتقطعت معاكي مفيش اي مشكله، احنا كده كده بنلفها كذا مره، فده ما بيظهرش معانا في الاخر. طبعا بقى هنخلص الكميه كلها وهنبدا نرصها في الصينيه. وطبعا ما شاء الله الصينيه هتاخد كل الكميه اللي احنا عاملينها. عايزه افرد معاكم برضو قطعه تانية من العجين واوريها لكم. بناخد قطعه من العجين ونبدا نفردها وبنشدها بايدينا، بنلاقيها ان هي بتتشد بسهوله. وكمان زي ما انتم شايفين لو اتقطعت حاجه بسيطه مش مشكله خالص، احنا كده كده بنطبق العجينه من الناحيه اليمين وبنطبقها مره تانية من الناحيه الشمال، وبعد كده بنطبقها من فوق
ونحط عليها معلقة كبيرة من خلطة الجبنة، وبنرجع نلفها على شكل رول. طبعا بقى لو وصلتي معايا في الفيديو لحد دلوقتي، يا ريت بس لو ننزل تحت في الكومنتات ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا محمد. وكمان يا ريت بس ما ننساش نعمل على الفيديو لايك، وقولوا لي كمان بتتابعوني من اي بلد. نرجع بقى للعجينه بتاعتنا زي ما انتم شايفين، بنفردها على سمك رقيق جدا، وبنبدا نطبقها من الناحيه اليمين ومن الناحيه الشمال. وبعد كده بنطبقها بالشكل اللي انتم شايفينه. هنحط عليها كده معلقه كبيره من خلطه الجبنه، وبنبدا نلفها على شكل رول. تقدري تستخدمي مثلا حشوه تكون مثلا الفطاير اللي احنا بنعملها دي تكون فطاير حلوه. تقدري مثلا تستخدمي زبيب، مكسرات، اي حاجه متوفره عندك في الحشو الحلو. خلصنا بقى الكميه كلها ورصيناها في الصينيه. وعايزه اقول لك الطريقه دي، يعني انا دخلت المطبخ بعد العشاء، يعني يا دوبك ما كملتش من اول وصفه لاخرها كده ساعه، وكانت الوصفه مخلصاها كلها وكانت مظبوطه معايا. بقيت بقى كميه الزبده اللي كانت نازله من العجين في الطبق اخدتها، وبدات كده ادهن بيها العجين من فوق. ولازم قبل ما ندخلها الفرن نكون مقطعينها. طبعا انا هنا قطعتها بحجم متساوي، تقدري تقطعيها بالحجم اللي انت عايزاه. الفرن بقى يا بنات مولعينه على درجه حراره 180 ل 200، اللي هي درجه حراره الوسط. وهنجيب الشبكه اللي في النص، هنحطها على اقرب رف من الصاج من تحت. على اول بصوا الشبكه اللي في النص بنجيبها نحطها على اول رف من الصاج من تحت. هنحط بقى الصينيه حوالي من 25 دقيقه ل 30 دقيقه، بيكون الفطاير دي اخدت لون من تحت. بنطفي النار من تحت وبنولع الشوايه لحد ما بتاخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه. عايزه اقول لكم بقى حاجه مهمه، ان طبعا كميه الزبده اللي احنا كنا حاطيناها يعني كتيره، فكانت طبعا كانت نزلت طبعا كميه سوائل كتيره وهي في الفرن. اخدت طبعا كميه الدهون دي واتخلصت منها ان انا صفيتها. وطبعا زي ما انتم شايفين دلوقتي الفطاير دي ما فيش فيها اي زيوت نهائي. ما شاء الله، شايفين بس شكلها عامل ازاي. مش قادره اقول لكم القرمشه بتاعتها، مش قادره اقول لكم على طعمها. طبعا انتوا تشوفوها كده في الاول تحسوا ان هي جلاش، يعني شكل الجلاش، بس هي بصراحه فطاير طعمها جميل مميز قوي. طبعا بحشوه الجبنه، وزي ما قلت لكم تقدروا تغيروا الحشوات. وتعالوا بقى كده مع بعض نحطها في طبق التقديم واوريكم قد ايه هي مورقه. واوريكم كمان قد ايه حشوه الجبنه حلوه فيها. بصوا بس شايفين شكلها عامل ازاي، واخده لون ذهبي جميل من تحت ومن فوق، مقرمشه قرمشه غير طبيعيه. وتعالوا بقى هنا نقطعها مع بعض واوريكم شكلها عامل ازاي. بصوا اولا كده شكل الفطير ما شاء الله عملت معايا كميه كبيره. تعالوا كده بس بالمقص كده قطعتها عشان بس ايه اوريكم حشوه الجبنه. واوريكم كمان بصوا طبقات التوريق رهيبه رهيبه بجد. يعني انا عايزه اسالكم برايكم، فعلا الوصفه دي تستحق كام على 10؟ طبعا سيبوا لي ارائكم تحت في الكومنتات. وعايزه اقول لكم بقى كمان ان هي فعلا نفعتني تاني يوم جدا، ان انا كنت يعني بجهز سندوتشات المدارس، فدي كانت بصراحه بديل لسندوتشات المدارس وكمان للشغل لجوزي يعني وهو رايح الشغل. بصراحه طريقه سهله وعملت معايا ما شاء الله كميه كتيره. ويلا بقى قدموها بالف هنا وشفا، وربنا يحسن ما بين ايديكم. ويا ريت ما نبخلش على الفيديو بلايك وكمان تعليق حلو منكم. ويلا بقى اشوفكم في وصفه تانية، ومع السلامه، باي باي.